اللوحة اللي قدامك دي لو اتعرضت عليك ببلاش اوعى تاخدها، لانك ببساطة كده بتمضي على شهادة وفاتك. دي لوحة العيال تقاوم، اشهر لوحة ملعونة في تاريخ الانترنت. اللوحة دي اترسمت سنة 1972، لكن الكارثة الحقيقية بدأت سنة 2000 لما عائلة عرضتها للبيع على موقع اي باي وكتبوا تحذير يرعب. قالوا الحقونا بنتنا الصغيرة بتصحى في نص الليل وبتقول ان الطفل والعروسة اللي جوه اللوحة بيطلعوا يتمشوا في الأوضة. الأب قال دي تخاريف أطفال، وقام حاطط كاميرا يراقبها، والصدمة ان الكاميرا لقطت العروسة وهي بتتحرك وبتهدد الطفل بمسدس. ومش بس كده، ده كل اللي اشترى اللوحة دي من وقتها مات فجأة. الدنيا اتقلبت والكل صدق اللعنة، بس الحقيقة الرسام بيلستونهم طلع وضحك وقال ان العروسة مش ماسكة مسدس ولا حاجة، دي مجرد بطارية جافة وسلك، والوفيات دي مجرد مصادفة بحت. اللوحة دي دلوقتي مقفول عليها في مخزن ومعمول لها كارت إرهاب. تفتكروا الحكاية دي حقيقية ولا سبوبة وهمية؟ شاركوني برأيكم في الكومنتات، ومنسوش اللايك والمتابعة. الحكاوي الدهشة.